منيو النهاردة 30 أكلة ل30 يوم، يعني منيو الشهر أكلات إن شاء الله تعجبك جدًا، وكمان إلى حدٍ ما عملناها بطريقة اقتصادية تاخدي منها أفكار وتنفذيها إن شاء الله. الأكلات كلها عملناها بالتفصيل في القناة لو حابين ترجعوا لها وتشوفوها. وأول أكلة عملناها عملنا صينية أوراق فراخ، عملنا كمان رز بالشعرية، وعملنا طبيخ كوسة على بطاطس، وقدمنا كمان معاها عصير مانجا. أكلة سهلة، تتبيلة الفراخ تتبيلة بسيطة جدًا، وأكلة سهلة وبسيطة. تاني أكلة معانا عملنا بيتزا، عملناها ببواقي التلاجة، يعني لو عندك أي بواقي في التلاجة تقدري تعملي بيها يوم كده بيتزا، يعني أي خضار عندك كمان متبقي تقدري تدخليه في البيتزا مش هيبان خالص، وبعجينة هشة ولونها فاتح زي ما شايفين تحفة جدًا. الأكلة معانا اللي بعد كده عملنا صينية مكرونة بالبشاميل باللحمة المفرومة، وبربع كيلو بس من اللحمة المفرومة عملنا صينية مكرونة تحفة جدًا، وقدمنا كمان معاها بطاطس محمرة، وعملت كمان معاها عصير جوافة. وكانت الأكلة بالشكل ده زي ما شايفين، كانت طعمها حلو جدًا، وأكلة متكاملة فيها كل حاجة زي ما شايفين كده. الأكلة معانا اللي بعد كده عملنا عدس بجبة بطريقة سهلة جدًا وبسيطة، وكمان طعمه حلو جدًا، مش هياخد معاكِ وقت خالص في تحضيره. كمان قدمت معاه بطاطس محمرة قطعتها زي الشيبسي كده، وكمان قدمت معاه خيار مقطعينه بالشكل ده لشرايح، وكمان البطاطس زي ما شايفين، وكمان كان في طبق رنجة متبقي من قبله بيوم ضفته كده مع الأكل. وكانت الأكلة زي ما شايفين كده ما شاء الله تحفة جدًا، طعمها حلو أوي، وكمان إلى حدٍ ما كده اقتصادية وموفرة. والأكلة اللي معانا بعد كده عملت كفتة مشوية، الكفتة دي بربع كيلو بس من اللحمة المفرومة، وعملت معانا الكمية دي كلها ما شاء الله من غير إضافة برغل ولا كمان فول صويا، إضافات بسيطة خلت طعمها حلو جدًا، وكمان الكمية معانا زي ما شايفين. وعملت كمان جنبها مكرونة بالصلصة. الأكلة اللي معانا بعد كده عملنا بصارة سهلة وبسيطة وكمان سريعة، مش هتوقفك كتير في المطبخ، ومن الأكلات الموفرة اللي كمان بتكون مغذية جدًا. قدمناها بالشكل ده، وقدمت معاها كمان بتنجان مخلل، عملناه بطريقة سهلة أوي، وكمان عملناه مقلي من غير إضافة زيت، يعني بحوالي معلقة بس من الزيت عملنا الكمية دي كلها ما شاء الله، وطلع معانا تحفة جدًا. جربي واعمليها ولو مرة في الشهر هتعجبك جدًا، وكمان قيمتها الغذائية عالية. زي ما شايفين كده هي طبعًا بتتاكل باردة عشان تتماسك وتكون بالشكل ده. الأكلة اللي معانا بعد كده عملنا محشي كرنب، قدمت كمان معاه فراخ، قدمت أوراق مشوية بالشكل ده في الصينية في الفرن بتتبيلة بسيطة جدًا، وكمان سهلة وسريعة وطعمها بيطلع حلو جدًا. قدمت كمان معاها شوربة لسان عصفور، وكان الأكل زي ما شايفين ما شاء الله تحفة جدًا. الأكلة اللي معانا بعد كده عملنا ناجتس بربع كيلو بس من الفراخ، أو ربع كيلو من صدور الفراخ، عملنا كمية الناجتس دي كلها، وكمان عملنا منها سندوتشات، وقدمنا معاها الرز مبهر، وكانت ما شاء الله حلوة جدًا. الأكلة اللي معانا بعد كده عملنا كبد وقوانص بطريقة بسيطة جدًا وتتبيلة تحفة هتخلي طعمها حلو جدًا. قدمت معاها كمان مكرونة بالصلصة، وكمان بطاطس محمرة، وبكمية بسيطة جدًا من الكبد والقوانص عملنا أكلة تكفي معانا يوم. الكبد والقوانص دي بنجمعها من الفراخ، يعني حوالي كده 4 فرخات أو 5 كمان، جمعي منهم الكبد والقوانص واعملي بيها أكلة كده ليوم. الأكلة اللي معانا بعد كده عملتها من البواقي، يعني كان باقي كده عندي صدر فرخة أو ربع فرخة، عملت بيها الشاورما زي ما شايفين كده، قدمت كمان معاها بطاطس محمرة. والأكلة اللي معانا بعد كده عملنا سمك مشوي في البيت بطريقة بسيطة جدًا، عملناه كمان في الفرن تحت الشواية، وطلع معانا تحفة بالجمال ده زي ما شايفين. قدمت معاه رز أبيض وكمان سلطة، وكانت أكلة تحفة سهلة وسريعة وطعمها حلو جدًا. الأكلة اللي معانا بعد كده عملت صينية مكرونة بالبشاميل بالفراخ، واستخدمت فيها ربع فرخة أو ربع كيلو من صدور الفراخ، وعملت بيها صينية مكرونة بالبشاميل، قدمت معاها كمان شيبسي، وكانت تحفة جدًا وسهلة وبسيطة وبكمية قليلة جدًا من الفراخ. عملنا وجبة ليوم. الوصفة اللي معانا بعد كده عملت طاسة صدق بالصلصة والطماطم والخضار، وقدمته مع مكرونة مسلوقة وكمان بطاطس زي ما شايفين كده، وكانت تحفة جدًا. الوصفة معانا اللي بعد كده عملنا صينية جلاش، وما استخدمتش فيها أي لحوم، عملتها بالجبن والخضار زي ما شايفين، ودخلناها الفرن، وكانت معانا بالجمال ده تحفة جدًا، وأكلة سهلة وسريعة تنفع معاكي كمان فطار أو عشا أو جوع آخر الليل. قدميها بالشكل ده تحفة جدًا، قدمي معاها خضار أو سلطة، ومن الأكلات السريعة جدًا اللي مش هتوقفك خالص في المطبخ. الوصفة معانا اللي بعد كده وعملت فراخ بلدي مسلوقة وجنبها رز بالشعرية وكمان ملوخية. الفراخ دي زي ما شايفين حجمها كده صغير، وعشان كده سلقناها وكمان اديتها وش كده تحت الشواية، يعني حمرناها بالشكل ده. وكانت أكلة سهلة وبسيطة وطعمها حلو جدا. وطبعا قدمنا كمان شوربة في بولات زي ما شايفين، بما ان كمان الفراخ بلدي.
الوصفة معانا اللي بعد كده، وعملت محشي فلفل وكمان جنبه بانيه مشوي، وقدمت كمان رز المحشي. الرز اللي اتبقى معانا من محشي الفلفل عملته بالشكل ده وسويناه، وقدمت معاه بطاطس محمرة، وكمان عملت اليوم ده عصير جوافة، وكانت أكلة سهلة وسريعة وطعمها حلو جدا. والوصفة اللي معانا بعد كده عملنا كشري اسكندراني او رز بالعدس الاصفر، وقدمنا جنبه كمان بيض مسلوق، وكمان طماطم مخللة او طماطم متبلة بالثوم والكمون والليمون، وكمان قدمنا جنبه خيار مقطعينه شرايح، وكمان بطاطس محمرة. وكانت أكلة سهلة وسريعة وبسيطة، وكمان ما أخدتش معانا وقت في تحضيرها، ومن الأكلات اللي مش هتوقفنا كتير في المطبخ. الوصفة اللي معانا بعد كده عملنا صينية بطاطس بالأجنحة، بأجنحة الفراخ، بجمعها من الفراخ وبعمل بيها وصفة ليوم. كان متبقي كمان معانا الرز بالعدس أو الكشري الاسكندراني، قدمته جنب صينية البطاطس بالأجنحة بالشكل ده، وكانت وجبة حلوة جدا. البطاطس زي ما شايفين مستوية جدا وطعمها حلو قوي، وكمان الأجنحة عملناها في الفرن بتتبيلة بسيطة جدا وكمان سريعة، كله كده ني في ني، واستوت معانا وبقت بالشكل ده تحفة جدا. جربوها هتعجبكم. الوصفة اللي معانا بعد كده عملنا عدس أصفر وقدمناه بالشكل ده. تقدري كمان تقدمي جنبه عيش متحمص، وحمصت العيش ده في الفرن، قطعته كده بالمقص لقطع صغيره، ودخلته فرن يكون على درجه حراره هاديه لحد ما يتحمص معانا ويقرمش ويبقى بالشكل ده. بتقدميه جنب العدس بيبقى تحفه جدا. كمان لو عندك عيش بايت تقدري تعملي بيه الوصفه دي، مش هيبان خالص. وتقدمي كمان جنبه بصل وفلفل اخضر زي ما تحبي. كانت الاكله سهله وسريعه وطعمها حلو جدا. الوصفه اللي معانا بعد كده عملنا سمك مقلي بتتبيلة بسيطة جدا لكن طعمها حلو قوي وكمان سريعة. وعملنا كمان الرز الصيادية او الرز البني، عملت كمان سلطة وقدمناه بالشكل ده، وكانت أكلة سهلة وسريعة وكمان طعمها حلو قوي. وبتبل السمك بتوم وكمون وليمون وكمان شوية خل وفلفل أخضر حامي أو بارد فرمينو، تتبيلة بسيطة لكن بتبقى طعمها حلو جدا. الوصفة اللي معانا بعد كده عملنا فراخ مشوية في الكيس الحراري بالخضار زي ما شايفين كده، والفرخة اللي استخدمناها فرخة بلدي، سويناها كده في الكيس الحراري وطلعت تحفة جدا. والخضار كمان طعمه حلو جدا. الأكلة سهلة وسريعة، على ما الفراخ تستوي والخضار تكوني جهزتي الرز، يعني أكلة سريعة جدا وطعمها كمان بيطلع حلو قوي. الوصفة اللي معانا بعد كده عملنا مكرونة بالصلصة، استخدمت مكرونة اسباجيتي وضفت على الوش عصاج الفراخ. عملنا عصاج الفراخ بدل عصاج اللحمة المفرومة، تغيير وتجديد، وكمان طعمه بيطلع حلو جدا. وبكمية بسيطة جدا من الفراخ بتعملي كمية حلوة جدا من عصاج الفراخ. أكلة سهلة وسريعة وكمان طعمها حلو جدا. الوصفة اللي معانا بعد كده عملنا صينية بطاطس بالبيض بالخضار، تقدري تضيفي فيها أي خضار بتحبيه هتطلع معاكي تحفة جدا. أكلة سهلة جدا وسريعة مش هتاخد معاكي وقت خالص في تحضيرها، ينفع فطار أو عشاء أو كمان غدا خفيف كده وبسيط وسريع. وتقدمي معاها سلطة أو جرجير أو خس وتقدميها في سندوتشات وبتبقى حلوة جدا. جربوها هتعجبكم قوي. الوصفة اللي معانا بعد كده وعملنا كفتة الفراخ وعملناها بصدر فرخة، وعملت معانا ما شاء الله كمية حلوة جدا من الكفتة. قدمنا كمان جنبها رز مبهر او رز اصفر، واكلة سهلة وسريعة ما اخدتش معانا وقت وكمان طعمها حلو قوي. قدمنا كمان جنبها سلطة طحينة تحفة جدا طعمها حلو قوي، والاكلة كمان كلها طعمها حلو جدا وكمان اقتصادية بصدر فرخة. عملنا وجبة غدا اليوم. الوصفة اللي معانا بعد كده عملنا صينية جلاش باللحمة المفرومة، زي ما شايفين الكمية ما شاء الله حلوة جدا، وعملته في صاج زي ما شايفين تحفة جدا، كريسبي كده من بره وهش وخفيف جدا وكمان طري من جوه. وتقدمي جنبه سلطة او خيار او طماطم او شيبسي زي ما تحبي. الاكلة كانت سهلة وسريعة وطعمها كمان حلو جدا، وبكمية بسيطة من اللحمة المفرومة عملنا وجبة غدا اليوم. الوصفة اللي معانا بعد كده بنحب ندخلها كده مرة في الشهر او مرتين يعني زي ما تحبي. عملت سلطة رنجة، كمية بسيطة من الرنجة دول كده حوالي رنجتين، عملنا طبق سلطة رنجة تحفة جدا. طبعا بإضافة الطماطم والبصل بيكتر معانا الكمية، تقدري كمان تضيفي فلفل أخضر. وعملت جنبه بطاطس محمرة ونقدم جنبه العيش، وأكلة برده سهلة وسريعة جدا وطعمها حلو قوي. الوصفة اللي معانا بعد كده عملنا فطير مشلتت في البيت بطريقة سهلة جدا وبسيطة قوي وكمان سريعة، وكمان ما استخدمناش فرن، عملناه على الطاسة وطلع معانا بالجمال ده مورق وتحفة جدا زي ما شايفين. كيلو دقيق عملنا حوالي 5 فطاير حجمهم كده متوسط تحفة جدا. قدمي بقى جنبه جبنة قديمة وعسل، ويوم كده نفصل عن الفراخ واللحوم وبيبقى تغيير، وبرده بتبقى أكلة خفيفة وطعمها حلو جدا. طبعا كمان تنفع كفطار أو عشاء أو غدا زي ما قلنا سهل وسريع. الوصفة معانا اللي بعد كده وعملنا كفتة بالبرغل، عملنا كفتة بالطريقة العادية وضفنا لها بس البرغل، زود معانا الكمية وكمان عطاها طعم حلو جدا. وتقدمي جنبها رز أصفر أو في سندوتشات زي ما تحبي. قدمتها كمان في الأطباق دي، وقدمت كمان معاها طماطم وبصل والرز زي ما شايفين والكفتة. تقدري كمان تاخدي معاكي الأطباق دي في أي رحلة أو نادي يعني زي ما تحبي، أو تقدميها كده كتغيير، وطبعا كأنك جايباها من بره تحفة جدا وهتعجب قوي كل أولادك.
الوصفة معانا اللي بعد كده عملنا طاجن صدق او بطاطس بالصدق في الفرن، سهل وسريع وكله كده ني في ني، مش هياخد معاكي وقت خالص في تحضيره. قدمت كمان جنبه رز بالشعرية او يتاكل بالعيش، اكلة سهلة وسريعة وطعمها حلو جدا، كمان مش هتاخد معاكي وقت خالص في تحضيرها. قدمت كمان جنبه مخلل جزر وفلفل عاملاه في البيت. الاكلة اللي معانا اللي بعد كده وهي اخر اكلة، وعملت مكرونة مبكبكة بالصلصة. زي ما شايفين المكرونة دي طبعا مش سلقينها، وكمان المكرونة دي بتتقدم على طول، بتتاكل كده وهي سخنة. قدمت كمان معاها بطاطس محمرة، وكانت أكلة تحفة جدا وكمان سهلة وسريعة. ودي كانت وصفاتنا للنهاردة، أتمنى تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا من الفيديو. متنسوش لايك للفيديو، اشتركوا كمان في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم إشعار بأي فيديو جديد. استنوني فيديوهات جديدة إن شاء الله، ووصفات جديدة. أسيبكم في رعاية الله، سلام عليكم.